لما تقول لابوك البيت ده مسكون. بقول لك ايه يابا، احنا لازم نعزله من البيت دوت في اقرب وقت. نعزل في اقرب وقت ليه ان شاء الله؟ اصل البيت ده يابا مسكون بالجن والعفاريت. لا يا راجل، مسكون بالجن والعفاريت؟ شكلك بتتفرج على ام بي سي كتير انا عارف. لا والله يابا انا بتكلم بجد، امبارح وانا نايم حصلت معايا حاجه غريبه. اه والله حصل حاجه غريبه معاك وانت نايم؟ حصل ايه؟ احكي. امبارح يابا قلقت فصحيت من نومي، دخلت الحمام الساعة كام؟ الساعة 2 الفجر يابا. فايه، دخلت الحمام ما كملتش دقيقة، رجعت تاني لقيت لك البطانية متطبقة والسرير متروق. لا يا راجل، عشان اقول لك بلاش تسهر، يا هتلاقيها تخاريف بتحلم بيها عشان بتسهر ياما. ما انا جدبت نفسي برضو، قلت دي تخاريف برضو وما حطيتش في دماغي، بس حصلت حاجة أنيل من كده. كمان حاجة أنيل من كده؟ خير إن شاء الله. حصل إيه؟ كنت سايب التليفون دوت قبل ما أنام 80% وسايبه كده، صحيت من النوم لقيته 20، لقيته 0%. ده بقى معناه إيه؟ عايز أفهم أنا معناه إيه. عادي، ده هتلاقيه تحديث من الشركة، أصل بالسبب مقنع ده. لا يابا ده والله ما تحديث، التليفون لو يتحدث عندي بيبان. ولا مش ناقصة جنان، انا قايم وسايبك تعال من اللي انت فيه ده. ها، مش ناقصة جنان هي وملابيس وعفاريت. صح، ابويا عنده حق، ده شكله جنان. انا مش هحط في دماغي برضو عفاريت ايه وبتاع ايه. بس انا عايز افهم هو ابويا ليه بيكلمني بطريقة غريبة وبيبرق لي كده. انا هدخل انام واشوف الموضوع ده هيحصل ايه معايا تاني. كل ده هنعرفوه الجزء الجاي.